أنشيلوتي ليه؟ يعني الموضوع تعدّى إن أنت معاك ساحر أفريقي بقى والّا بتاع والّا كده، الموضوع تعدّى المرحلة دي، إحنا بقينا دلوقتي يعني خلاص إحنا مش فاهمين إيه اللي بيحصل، إحنا مش لاقيين تفسير، إحنا قاعدين أكننا بنتفرّج على سيناريو مكتوب لازم كل مرّة أو بلاش كل مرّة، كل فترة يتعمل، أصل خلاص الموضوع خرج من إيدينا. ما أصل يعني هو إيه اللي فاضل المفروض لسه نشوفه بقى من السيناريوهات دي؟ أنا مش عارف يا أنشيلوتي أنت يعني بتطبّق مقولة إن إحنا ما بنعملش حاجة عشان حد ييجي يبوّظها لنا، يعني فاهم؟ لأ إحنا بنلعب دفاع متقدّم، حلو ماشي، المفروض ده بقى في ضغط علينا إحنا ما نضغطش عليه، إحنا ناس رخمة، إحنا ناس رخمة، هو كده، يعني أنشيلوتي المفروض قاعد يقول له إحنا ناس رخمة، إحنا كده. مش عندكم جوارديولا بيقعد يتفلسف ما حدش بيكلمه، أنا باتفلسف، أنا حُر، أنا القائد الأعظم للقوات المدريدية يا أخي، يا أخي أنت ما إحنا أحرار في بعض، أنت إيش دخّلك أنت؟ حتى جماهير ريال مدريد أنت إيش دخّلك برضه؟ مش فاهمك أنت، مش فاهمك أنت أندريا لونين لمّا يلعب يبقى هو إيه ده؟ هو إيه ده؟ أنا متفهم الهبل اللي إحنا هنيجي نتكلم فيه دلوقتي والهبل اللي عمله، لكن في جون تقريبًا الجون الرابع، وإيه ده يا اسطى ده؟ أنت طالع الكورة عدّى من قدّام إيدك، يعني أنت طالع غلط يعني ممكن يكون اللي عمله قلابة خلاص بقى زهّقك وقرفك ووتّرك وكل حاجة، لكن ده أنت كده يعني المستوى ده ما ينفعش يكون موجود، من الآخر. طيب قلابة بقى، ياه! ياه! أنا أقول لك بقى أنشيلوتي لعب قلابة ليه، عشان الناس قاعدة تقول راؤول أسينسيو يلعب، تمام ما حدش يعرف يتكلم، قلابة ليه اللي جنبه ليه مش روديجير، روديجير كان بيريّحه، طيب أنا أقول لك بقى قلابة لعب ليه، مش عشان يريّح روديجير بس، هو عشان كده بس عشان حاجة تانية، أنا عندي لعيب في الفرقة يابا هالاعبه، بس. أنت فاكرني هاقول لك أصل وفصل والتكتيك لأ خالص ما فيش الكلام ده، ما عندناش إحنا الكلام ده، ده الكلام عندنا أبسط من كده بكتير، إحنا يا باشا عندنا لعيب في الفرقة إحنا هنلاعبه، إذا كان عاجبكم من الآخر هالاعبه ويبقى السبب في جون هيكمّل، السبب في التاني هيكمّل، بعد كده نبقى نطلّعه بقى، إيه ده كان هيبقى السبب في التالت لأ نطلّعه، كفاية كده، بس. وروديجير نزل مكانه، روديجير الجون اللي جابه بالهيد الجون الرابع، راح نَط مع الجماهير يحتفل، هو أنت صفقة أنت جايبها free أصلًا بعد ما مشي من تشيلسي، بعد ما اديتهم على عينيهم لمّا كان معاهم، فاللي هو ما فيش تخطيط يابا، ما فيش، يا باشا ده لوكاس فاسكيز باك يمين يا نهار أسود! بُص، الصفقة اللي هيندم عليها ريال مدريد إن هو ما جابهاش في المواسم اللي فاتت دي هو ألفونسو ديفيز، إن هو جدد، هتقول لي هو جاله صليبي وبتاع وكده، عرفت تجيب واحد بالمستوى ده ناحية الشمال ومندي بقى وفران جارسيا والعالم ما يعلم بيهم إلا ربنا اللي بتلاعبهم دول مش موجودين، هو ولوكاس فاسكيز برضه مش موجود، على الأقل كارفاخال يا سيدي أمّا يرجع هو باك يمين، هيكمّل الموسم اللي جاي وخلاص ويتكل على الله، ويا ريت لوكاس فاسكيز يكون الموسم اللي جاي آخر موسم ليه برضه، هو كمان، لإن هو مش هيمشوا الموسم ده الاتنين، مع إن أرنولد كده مش هيمشي، أراهنك إن لوكاس فاسكيز ده قاعد الموسم اللي جاي كمان، أراهنك على اللي أنت عايزه، مع إن أرنولد هييجي. طيب نُص الملعب بقى، الجون اللي جابه تشاوميني ده العادي اللي بيعمله تشاوميني، يعني هو بييجي في أوقات يبقى مستواه وِحِش، وِحِش خالص، ما تلاقيهاش في غزل المحلة حتى، ييجي بقى في ماتشات بعد كده يبقى كويس، بس. طالع نازل، طالع نازل بالمستوى، ما فيش ثبات، مش ثبات على المبدأ ولا على المستوى ولا على أي حاجة خالص، ماشي، بلينجهام الجون التالت اللي جابه بعد الجون الاستباحة الاستروبيا التالت اللي إحنا لبسناه بيه بسبب الأسطورة العالمية الفذة النمساوية الفشخية ألابا، الجون اللي هو جابه هو فينيسيوس خد الكورة
عمل اللي بيعمله عادي، فضل يجري لآخر الخط وعمل له فينت والتاني، وبلينجهام لقاها عرضية قدامه بالضبط، قام حاططها في الجون، حتى هو ما اللي هو عادي، كفاية الفضيحة اللي لسه معمولة دي. الجون اللي قلابة كرة معمولة عرضية بكعب رجله ملبسها كوبري لأندريا لونين، هو مش موجود هنا، هو ما فيش، مش مركّز. ويؤسفني أقول لك إن إحنا يعني غالبًا هيقعد الموسم اللي جاي كمان، يؤسفني إن أنا أقول لك كده، لإن أديك شايف اللي بيحصل. إحنا الأجوان اللي جبناها تشاوميني، روديجير، بلينجهام، هندريك الجون اللي جابه الأسيست ده هو الجون كله، إن هندريك الجون طلع طبيعي إن هو يحطها من فوقيه ويرقص ويحتفل وكل حاجة، الكلام ده طبيعي، لإن هندريك مش الشوية اللي بيلعبهم في كأس الملك أسبانيا دول هم اللي هيقولوا هو كويس والّا وِحِش، لكن الأسيست من فينيسيوس ده الجون كله أساسًا، ده الجون كله. فأنت في جوان غريبة بتسجل فيك في ملعبك، وبتجيب أجوان برضه يعني أغلب اللي جايبينها مدافعين، يعني بلينجهام ده في الآخر بيلعب في نُص الملعب هندريك وبلينجهام هم اللي يعتبروا يعني من الجزء الهجومي هم اللي بيجيبوا جوان مثلًا، لكن فينيسيوس رودريجو ما عملش أي حاجة في الماتش تقريبًا خالص. فأنت هتلاعب برشلونة بقى في النهائي، أمّا نشوف بقى، أمّا تيجي ساعتها بقى آخر شهر إبريل نبقى نتكلم.